اول حاجه الله يبارك فيك، طبعا كانت ظروف مش احسن حاجه ان احنا جينا الصبح، كانت الطياره متاخره شويه. الناس ما كانتش نايمه شويه، جايه من معسكر برضو. بقالنا فتره مش مع الفريق، برضو الفريق ما كانش متجمع كله بقاله فتره، فكان الماتش ده مهم بالنسبه لنا ان احنا ندخل تاني في الاجواء مع بعض، نتجمع مع بعض تاني. الحمد لله الماتش مشي كويس. الاول كان ماشي سكور قريب شويه، وبعد كده قدرنا نفتح في السكور شويه. طبعا كان كابتن ديفيد قايل لنا برضو ان الماتش مش هيفتح من بدري، او حاجه الماتش هيبقى صعب، بقالنا فتره ما اتجمعناش. الحمد لله قدرنا نتعامل مع اجواء الماتش يعني. الحمد لله الماتش عدى بخير. ماتش برشلونه ماتش صعب، ليه قياسات مختلفه طبعا. انت بتلاعب فرقه كبيره، فرقه واخده تشامبيونز ليج اخر 4 سنين او حاجه، مرتين تقريبا. ففرقه ليها اسمها، فرقه انت عامل حسابك ان انت طبعا هتلاعب فرقه من اوروبا، بس انت يعتبر جاي لك اقوى فرقه في اوروبا، يعني فرقه ليها اسم كبير. طبعا هنحاول نطلع كل اللي عندنا، نبذل اقصى مجهود عندنا ان احنا نقدر نلعب بصوره كويسه. وان شاء الله ربنا يكرم لو في نصيب وقدرنا نكسب الماتش ان شاء الله. هنحاول نعمل كل فرصه عشان نكسب طبعا اكيد. في الاول وفي الاخر المكسب والخساره بتاعت ربنا، بس احنا ان شاء الله هنقتل على المكسب يعني. جمهور الاهلي عمره ما اتاخر عننا في اي حاجه، برضه السنه اللي فاتت كان موجود معانا في افريقيا في تونس، في كاس العالم هنا في سوق جلوب في السعوديه. جمهور النادي الاهلي عمره ما اتاخر عن النادي او اي فرقه في النادي. طبعا بنشكره على الدعم المتواصل ده، سواء تحت اي ظروف او في اي مكان. ماتش برشلونه هنحتاج طبعا الجماهير فيه جدا، عشان هيبقى داعم وحافز قوي جدا يقدر يساعدنا في الماتش. ان شاء الله نتمنى الحضور بكثافه وتبقى الصاله مليانه من جماهير الاهلي، وربنا يكرم ان شاء الله نقدر نفرحهم ونقدم كل في وسعنا ان احنا نسعدهم ونسعد، ونقدر نرد لهم الجميل اللي هم على طول واقفين في ظهرنا في النادي الاهلي يعني. لا هو طبعا لما بتبقى البطوله مجمعه او حاجه، بيبقى تحضير كل ماتش بيبقى اصعب طبعا. انت ما عندكش الوقت الكافي ان انت تحضر الفرقه اللي بعدها، فدي بتبقى حاجه صعبه لينا طبعا احنا كلاعيبه وجهاز فني. بس بنحاول على قد ما نقدر نجهز الماتش على قد ما نقدر، نتكلم في التفاصيل او الفرق اللي هنلعبها على قد ما نقدر، وان شاء الله نقدر في اليوم ده نجمع اكتر معلومات ونحضر احسن تجهيز الماتش يعني.